السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل اهش وقطره ماربل كيك. ممكن تعمليها بطريقه سهله وبسيطه جدا وبمكونات موجوده في كل بيت وبدون حليب وبدون زبده، وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شايفين الطراوه اللي فيها هشه جدا وطريه أوي. وقبل ما نبدا وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. ويلا نبدا وصفتنا. معايا بيضتين، ودلوقتي هنزل بالفانيليا وكوباية من السكر. وطبعا كوباية السكر دي تختلف حسب ما انت عايزة، حسب ذوقك انتي، ممكن تزوديها وممكن تقلليها، بس دي طالعة مظبوطة جدا. ونص كوباية من الزيت ورشة ملح ومعلقتين كبار من الخل. وزي ما انتوا شايفين كده هضربهم كويس مع بعض. بعدين هبدأ انزل بثلاث كوبايات من الدقيق وكيس بيكنج باودر، وهنزل بالمية شوية شوية، ممكن تستبدلي المية بالحليب، وهقلبهم مع بعض. وكل ما احس ان هي محتاجة شوية من المية انزل بشوية كمان بالتدريج، واقلبهم كويس جدا لغاية ما القوام بتاعهم يبقى كريمي خالص. هقسمها دلوقتي لنصين، جزء احط عليه 3 معالق كبار من الكاكاو، وهزود شوية مية واقلبهم كويس عشان يبقى لونها بني. وكده خلاص الكيكة بقت جاهزة معايا. وزي ما انتم شايفين كده هجيب ازازة مية عادية جدا وهقطع الجزء اللي تحت بسكينة او بمقص، وبعدين هحطها في صينية مدهونة بالزيت زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ انزل بخليط الكيكة. هبدأ انزل بالجزء الابيض وبعدين هنزل بالجزء البني، وهكذا هفضل انزل بابيض وبني لغاية ما الكمية اللي معايا تخلص. ولما اخلص الكمية هطلع الازازة اللي انا حطاها، وبعدين الجزء اللي في النص هعمله بالستيك بتاعت الشيش طاووق زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هخبط الصينية خبطتين علشان تطلع اي فراغات هواء موجودة جواها زي ما انتم شايفين كده بالظبط، قبل ما ادخلها الفرن تستوي. وهدخلها اسويها الفرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق، واحطها في الرف اللي في النص لمدة 40 دقيقة او 45 دقيقة، وبعدين هرجع لكم. وده شكلها بعد ما استوت زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شايفين السوا بتاعها والالوان بتاعتها جميلة جدا. ودلوقتي هسيبها تبرد وارجع لكم. وده شكلها بعد ما بردت خلاص وحطيتها في طبق. ما شاء الله شايفين اللون بتاعها حتى من الجوانب بتاعتها بجد جميل جدا، واخده اللون البني. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله هشه وطريه جدا، بجد حاجه كده زي القطن، تحفه. ودلوقتي هقطع قطعه معاكم زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله طريه جدا وانا بقطعها. ما شاء الله شايفين الالوان بتاعتها وشايفين الارتفاع بتاعها، بجد ما شاء الله حاجه جميله بجد. ريحتها وطعمها كانت حاجه جميله قوي، وجربوها ان شاء الله هتعجبكم. وزي ما هتشوفوا من جوه مفتحه قوي ما شاء الله، شايفين عاليه ازاي وشايفين مفتحه من جوه ازاي، وشايفين الالوان بتاعتها بجد جميله جدا، وشايفين طريه قوي ازاي هشه زي القطن. وكده وصفه النهارده خلصت، يا رب تكون نالت اعجابكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي.